كنشكرك السيد رئيس الحكومه لان سمعت كاع الاخوه كيشكروك حيت احترمتي الدستور. بحال المثل اللي يكاد المريب يقول خذوني زعما بحال راه ملي كتحترموا اليوم. على كل حال مرحبا بنا عندك السيد الرئيس. الحمد لله والشكر لله على الامن والاستقرار الذي ينعم به بلادنا. نحمد الله كذلك على التقدم الحاسم والملموس برياده جلاله الملك في قضيه وحدتنا الترابيه، وهي مناسبه لكي ننوه بافراد القوات المسلحه الملكيه والامن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعده والوقايه المدنيه والسلطه الترابيه على ما يقومون به. لا تفوتني كذلك فيما يتعلق بفلسطين ان نؤكد مره اخرى دعمنا واعتزازنا بالصمود الحقيقي للشعب الفلسطيني. هذا هو الصمود الحقيقي ديال الشعب الفلسطيني واهل غزه، وادانتنا للكيان الصهيوني الذي يقوم بالاباده والتقتيل والتهجير. جلاله الملك في الرساله التي وجهها للمؤتمر الاسلامي وصف ذلك بوصمه عار على جبين الانسانيه، وهو كذلك وصمه عار على كل الذين يتبجحون بالديمقراطيه وبحقوق الانسان، وعلى راسهم طبعا الحامي الاكبر الذي هو الولايات المتحده. وصمه عار كذلك علينا نحن، لان احنا على الاقل خصنا نتفاعلوا. اش كدير هذيك لجنه الصداقه عندنا؟ السيد رئيس الحكومه علاش ما استقبلتوش اللجنه الشعبيه ديال العرائض اللي كانت اللي كتقدم بواحد العريضه ضد هذاك البروتوكولات وهذيك الاتفاقيات اللي درنا ديال التطبيع؟ كان هذا الشيء غيخفف علينا. السيد رئيس الحكومه فيما يتعلق بالحصيله، انا تكلموا على الصمود، هو صمود الفشل، خليني نقولها بكل وضوح. هناك من يتكلم عن العبث، هناك من يتكلم على آلة الإصلاح تعطلت خلال العقد الأخير. شريف راسي عزيز راه كان جزء منها، واذا تعطلت عندك يكون هو اللي عطلها، حيت كان جزء منها. حنا السيد رئيس الحكومه المرجعيه والبرنامج صحيح، ولكن المرجعيه كذلك والخطاب ديال جلاله الملك افتتاحي 2000 اكتوبر 2021. اش قال جلاله الملك؟ نسبه النمو 5.5 وصلت في نهايه السنه 8%، وقال الاعلى قاريا وجهويا. النمو ديال الفلاحه 17%، صادرات السيارات والنسيج والصناعات الكهربائيه والالكترونيه، احتياط العمله الصعبه السيد رئيس الحكومه اللي خلى لك سعد ديال العثماني 7 الاشهر، الاستثمارات الاجنبيه زائد 16%، تحويلات المغاربه للخارج زائد 46%، التضخم اللي خلى لك 1%. وفي نفس الخطاب ديال جلاله الملك قال لك اودي استكمال المشاريع ومنها الحمايه الاجتماعيه وتاهيل المنظومه الصحيه، تنفيذ اصلاح المؤسسات والمقاولات العموميه، احداث منظومه متكامله للمخزون الاستراتيجي، اصلاح الACP، تفعيل نموذج التنميه، كله قالوا جلاله الملك. لكن اليوم نحن امام فشل ذريع في تحقيق الالتزامات السيد رئيس الحكومه. حصيله اجتماعيه مؤلمه، انا نتكلم على جوج، على الاجتماعي والاقتصادي. بالمناسبه احنا درنا ندوه وقدمنا هذا الشيء بالتفصيل، وسنعود بعدما ينتهي رئيس الحكومه اليوم وغدا مجلس المستشارين، سنعقد ندوه اخرى لنسلط الضوء على كل ما سياتي به رئيس الحكومه ايجابا او سلبا. فيما يتعلق بالحمايه الاجتماعيه، اولا التعميم ديال التامين الاجباري على المرض، حدوا جلاله الملك في 22 مليون خصهم 2022 كيخص يكون التعميم. اين وصلنا نحن من هذا التعميم؟ السيد رئيس الحكومه تقولوا 4 مليون ولا 10 مليون مستفيد من متضامن. ودابا غير التناقضات اللي كاينه عندنا المذكره ديال القانون الماليه ديال 2022 كتكلم على 17.4، وعندنا مو نفس المذكره في صفحه 39 كتكلم على 18 مليون و440 الف اللي كانت عندهم رامين. هادو تحولوا اليوم كتكلمنا 10 فين مشاو 8. هذا متضامن قصيتو 8 ديال المليون ديال المغاربه المستفيدين، فيهم مرضى السرطان السيد رئيس الحكومه، فيهم اصحاب المرضى ديال القلب، وفيهم المرضى الامراض المزمنه، وفيهم اللي كيتابعوا على الكلي. واخا السيد الوزير دار مذكره لا يعمل بها لان ما عندهاش صبغه قانونيه ملزمه. ولذلك انا كنقول لك السيد رئيس الحكومه، هاد الناس اللي ديتيهم الامو شامل شنو المشكل؟ كيخلصوا كتقول لهم خلصوا 140 حتى 1194 على حساب العتبه. على كل حال حتى هاد وملي كيجي للدعم المباشر كتقول له لا، هذيك العتبه ما بقاتش خدامه، كاينه عتبه واحده اخرى كتعطيه عتبه على الدعم المباشر، كتعطيه 500 درهم اللي غنتكلم عليها، وكتقول له سير خلص منا 244. هذا هو العبث. هاد الناس عندهم حقوق كانوا كيستافدوا. السيد رئيس الحكومه الله عز وجل لا يخرج من الجنه الى النار، كيخرج من النار ويدخل الجنه. هاد الناس استافدوا وكانت عندهم مكتسبات كتخرجهم انت من هذا المتضامن وتخليهم مليوحين في الشارع. حرام. انا ادعوك لمراجعه هذا الامر سيد رئيس الحكومه، ادعوك لمراجعته بدعوى المؤشر والعتبه. انا مش كل اللي دارها ماشي اللي جا ندير وزاره الداخليه. اللهم ما بقيتوش كتثقوا في وزاره الداخليه، باقي نفس الوزير اللي كان هو اللي مازال هو اللي وصلها 18 مليون 440، واليوم كتقول لنا لا راه كاينه غير 10 مليون 230. ثم خصصتهم لهم 9.5 المليار ديال الدرهم، 90% كتمشي للقطاع الخاص السيد رئيس الحكومه. بالمناسبه غير دار الحمايه الاجتماعيه وواحد الاستثمار خدام في القطاع، يعني خدام بواحد الطريقه. اليوم راه وصل الثلث ديال الاسره ديال القطاع ديال الثلث ديال القطاع الخاص ديال القطاع العام. انا اخشى ان يتحول الى مقاصه جديده في غياب التتبع وفي غياب الرقابه. علاش؟ لان السيد كيمشي كيقول لهم انا راه كيضرني فيا الروح، فعاود لي يعطيه الدواء كيقول له تجلس 3 ايام وكتحسب على الدوله 3 ايام.
ومفعود اللي يدير العمليه في 3 ايام كيديرها في 10 ايام 15 يوم. الدوله هي اللي كتخلص هادشي. انتقلنا من النوار للميلتي كولور اللي كتاديه الدوله اللي كتادي هادشي. كيف تفسرون السيد رئيس الحكومه هذا الامر؟ ثم المهنيين والعمال المستقلين تكلموا عليهم الاخوان، لا داعي للعوده اليهم. 11 مليون وحنا فين اليوم؟ 1 مليون و800. انا ما نهضرش على هذا الشيء اللي تكلموا عليه الاخوان كاملين. 13% 266 الف من هاد 11 مليون هما اللي عندهم الحقوق مفتوحه. واش هذا ماشي منكر؟ اين نحن من التعميم؟ سيد رئيس الحكومه مدخول الكرامه 1000 درهم وقلت 300 درهم عن كل طفل في حدود 3 اطفال. مزيان. عوضتوه بالدعم المباشر. اليوم كتكلموا على 12 مليون 5 مليون طفل، كتكلموا على مليون و200 اللي عندهم اكثر من 60 عام. مزيان. لكن شدوا قلت 500 درهم. وفينا هي دابا مدخول الكرامه؟ قلنا فينا هي نخشي شي في شي ما يمكنش، وهي فيها تحدي. السيد رئيس الحكومه ياك رئيس الحكومه السابق تحداك وقال لك لا عطيتيها غادي نسحب من الحياه السياسيه. ايوا انت بغيتيه يبقى، شكرا، حتى حنا باغينو يبقى. طيب عدم الوفاء السيد رئيس الحكومه. هذا الدعم المباشر وتجميع البرامج السابقه فيه ارامل وتيسير مليون محفظه ذوي الاحتياجات الخاصه المنحه ديال الطلبه وغيره وهما بالملايين. لكن اليوم هذا الدعم المباشر عطيته 500 درهم وقفتوها. المواطن شنو اللي عنده اليوم؟ عنده السي عثمان 1870 مليار، عزيز 1680 مليار، ميلود 1000 مليار، هشام 1000 مليار، انس 900 مليار، وعلال 500 درهم. تعطات له شرا بيسكليت تغير المؤشر انا نرجعوه نحيدوا هذا. هذا هو اللي بقى عند المواطن. هذا علاش ما كاينش الفرحه في المجتمع، كاين توتر وكاين خوف وكاين هلع. السيد رئيس الحكومه اخراج مليون تكلموا عليها الاخوان اليوم 3.2 الملايين اللي هما تحت عتبه الفقر والهشاشه. هذا رقم بوحده كافي. التعليم تكلمتوا على زياده ديال 2500 درهم والحد الادنى 7500 وجيتوا كتقولوا دير الحوار الى غير ذلك والمرتبه 60 ضمن 60 دوله. اليوم حنا المرتبه 120 من ضمن 120 في سلم التنميه البشريه. وفاوش تعوضوا هذا الشيء ديال 60 دوله مشيتوا كتكلموا عن راس الرياضه 12000 ازيد من 12000 5.5% كتعطيو بها هذه التجربه. 300000 طفل من اصل 9 الملايين 3.3 فوقاش غتوصلوا التعميم؟ فلذلك درتوا لنا 60 دوله مشيتوا كتكلموا عن راس الرياضه في مؤشرات غير معقوله. هدر سنتين من الحوار، 3 اشهر من الاضرابات، تعاقد وتوظيف جهوي باقي جهوي، 45% تدهور جوده الخدمات التعليم، عدم عقد اي سيد رئيس الحكومه. عندك لجنه كتتبع ديال قانون الاطار، خصك تعقد 5 ما عقدتي ولا وحده في 2 ونصف. خصك تصدر 6 القوانين و90 مرسوم، ما صدرتي حتى مرسوم من غير المرسوم ديال اللي ناضلوا عليه الشغيله. عدم اخراج المجلس الوطني للبحث العلمي. غير هذه السيمانه كان المؤتمر 49 ديال الابتكار، ما حضرها ولا جامعه مغربيه. شوف الجامعات المغربيه ولكن كان خواص. الهندسه اللغويه مشوهه، 130 مليون عطاتو لنا فرنسا باش نقريو وليداتنا في التعليم، نقريوهم حنايا بفلوسهم، نقريوهم في التعليم في الاعداد. الحوار الاجتماعي السيد رئيس الحكومه هذا تنزيل، اسمع لي، هذه قنبله دخانيه. هذه الزياده قليله خليني نقولها لك، ولكن خليها عندها راه فيها منطق الرشوه، انا كنقولها، والابتزاز والمقايضه باش ديروا قانون تقاعد، ديروا الاضراب، قانون الاضراب. علاش؟ لانه هذا الان الا رجعنا في 2021 شنو كان عندكم السيد رئيس الحكومه؟ كان عندكم الحد الاجر الشهري المعدل ديال اللي خدام في القطاع العمومي 8000 درهم 271. زيدوا 6% 6.6 كيعطي 500 درهم ديال 2022. 6.1 ديال التضخم ديال 2021 23 كيعطيك 500 درهم، ها 1000 درهم، 4% على الاقل ديال هذا الشيء كيعطيك 1452 درهم. هذه اللي ضايعه الان من المغاربه. قصيده اقتصاديه مفلسه، نسبه النمو ضعف، نسبه النمو 2.8 كمعدل. الشركات المفلسه 14275، تراجع تدفق الاستثمارات، تفاقم حجم المديونيه، انتقائيه في اخراج النصوص ديال الاستثمار، المقاوله الصغيره والمتوسطه والصغيره جدا ما خرجتي لها ولا مرسوم، في حين بالنسبه للاستثمارات الكبرى كنت زاهدا وكنت معهم. على كل حال انت تعرف هذا. اين هو التعاقد الوطني للاستثمار؟ قلت لجلاله الملك انا عندي تعاقد باش نخرج 500,000، فين هو؟ هذه من 2021 ما كاين حتى شي حاجه السيد رئيس الحكومه. الشركات وغياب العداله، خلينا نكونوا يعني بوضوح، هذا الشيء بزاف. لا المحروقات كنعاودوها نقولوها 16 مليار، وكاين اللي كيتكلم على 60 مليار، الارباح غير خياليه. كاينت ادانه مجلس المنافسه، وعلى الاقل شي مجلس المنافسه 40% نديروه. هذاك الشيء ديال التسقيف ديال السي نزار باقي ما وصلنالوش، ولكن على الاقل هذا التسقيف خصو يكون السيد رئيس الحكومه. تضارب المصالح واستغلال النفوذ، تحليه المياه تكلمنا عليها، وغاز السندراره حنا كنتكلموا عليه، استثمار فجل الهيدروجين درتي له مشروع السيد رئيس الحكومه، حرام باش نديروا له مشروع. احداث مليون منصب شغل، ارتفاع البطاله ب 13.7%، فقدان 181,000 منصب، فرصه شغل، الفرصه ولات غصه، برنامج اوراش الزبونيه والمحسوبيه كاين متابعين لمسؤولين حزبيين في هذا الشيء، هذا حرام. تضييق على نظام المقاول الذاتي في غياب دراسه الاثار. نسبه نشاط النساء السيد رئيس الحكومه نقترحوا عليكم، هذوك النساء اللي خدامين راه كيخدموا في الديور، لا خدامين في ديورهم، هذوك دخلهم واعطيهم تعويض، ربما نرفعوا النسبه ونفوتوا 30%. توسيع الطبقه الوسطى، خلينا نقول اللي درنا في هذا الموضوع هو زدنا الشحمه في ظهر المعلوف.
لانه علاش ايقاف رسم الاستيراد والطيفيه الى غير شكون اللي استفدوا منها غير هما. حصيله غير مسبوقه السيد رئيس الحكومه، نعم، لان الفساد ارتفع، لانه سحب القوانين، ادراك الفساد 96، تضارب المصالح، تعيينات المناصب والمسؤوليات، ماشي غير دابا، ماشي غير الصحابات والاهل والاحباب وكل شيء، ولا في الدواوين قلنا ما كاين باس، دابا انتقل حتى المسؤوليات، هذا حرام السيد الرئيس. اختباء ورقه جلاله الملك حمايه الشمع، ما عندكمش حق السيد الرئيس. واش جبتوا جلاله الملك فاش الانبوب ديال الغاز ديال نيجيريا المغرب جبتوه، ما كاين مشكل، بغيتوا تتشاهموا فيه وتربحوا فيه ندعوا معكم السيد رئيس الحكومه. غير مسبوق في خلق الدستور، الحضور المناقشه في التشريع في مقترحات القوانين، السطو على منجزات سابقه السيد رئيس الحكومه، هذا لا يليق. كتكلم ما جبنا حتى شي قانون، بالعكس الحكومه خلات 22 مرسوم، 9 ديال القوانين اللي صدقت عليهم، على الاقل شويه ديال الاعتراف. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله. الرئيس شكرا.